يا رجاله عاملين ايه؟ كله على الاسطى. فاكرني؟ انا عارف طبعا ان انا مقصر بقالي فتره، بس ده طبعا عشان ايه بالظبط؟ فاصل براحتي يعني. المهم ان في حاجه عبقريه قوي بتحصل في العالم الفتره دي، وهو ان العالم بينتهي خلاص. الحوار بقى واضح، اظن بقى واضح للجميع يعني. وفي ناس كتير قوي عمالين يفشخوا في بعض، يعني ده بيضرب الغاز بتاع ده وده بيضرب الكهرباء بتاعت ده. في مشكله سخانات يعني. والله العظيم كانت بتضحك. المهم يعني ان في حرب عالميه واضح انها بتبدا خلاص، وخلاص كل مصادر الطاقه بتبوظ. يعني تحس ان خلاص فاضل مثلا صاروخين كمان ومش هيبقى في تكنولوجيا اصلا. الحوار ده عامه كان شاغل تفكيري قوي وانا صغير. كنت بقعد افكر ازاي احنا عارفين ايه يعني ايه يا اسطى. المهم كنت بقول ان الحوار ده كان شاغل تفكيري قوي وانا صغير. كنت بقعد افكر ازاي احنا عارفين ان كل حاجه هتروح واحنا هنرجع تاني زي ما كنا والكلام ده، وبرضه هنعمل ده، هنسيب الدنيا توصلنا ان احنا نوصل للمرحله دي. فكل السيناريوهات كانت بتيجي في دماغي، وكنت بحس انها دايما مستحيله، مستحيل حاجه زي كده تحصل. بس الحاجه اللي عمرها ما جت في دماغي ان في راجل هيجي كده لونه اورنج بيحب يفقر عيال صغيرين، والامريكان هيسيبوا كل الناس وينتخبوا، يقرروا ان هو ده الرئيس بتاعنا، عشان هم ناس بيستهلكوا كل خلايا مخهم، كل ذكائهم في الافلام، بيعملوا افلام حلوه لكن بيجوا بره بقى في الحاجات المهمه ينتخبوا رئيس لبلدهم استاذ جوده. يعني في ناس عايشين في البلد كل 20 سنه الحكومه بتاعتهم بتقنعهم ان هم قتلوا نص البلد اللي فيها بترول دي عشان هم اللي كانوا عايزين كده. هم العرب كده صعب، بيحبوا اللي يموتوا، عاملين زي المتحرشين كده، اللي هو هي اللي عايزه كده، هي اللي بتحب كده. انت حط نفسك مكاني، انت لو كنت داخل بلد مش بتاعتك ولقيت واحد عربي ماشي كده عمال يتقصع ومعاه امه وعياله وعمال يرش على نفسه طحينه، غصب عنك هتديله قذيفه. وكل مره الناس عندهم بيقتنعوا، كل مره بيقتنعوا ان دي الطريقه الوحيده لتصدير الحضاره يعني. الناس في كل حته في العالم بهايم، الفرق ان في شويه لابسين وشويه قلعين. المهم ان انا بفتح بقى تويتر او تيك توك او فيسبوك او اي حاجه عندي، بكتشف ان احنا لسه عايشين في العصور الوسطى، احنا لسه عايشين في البرايم بتاع الستات التخينه. مش عارف دي مشكله الجزء الكوميونتي اللي انا فيه، ولا دي مشكله عامه، مش عارف، بس ممكن يكون ده بسبب الناس اللي عندي يعني. بس ايا كان يعني المشكله اللي بتواجه الناس اللي عندنا ان في علاقه على انا كده باظت، والمصحف انا اتخنقت هنا على الكتفون من العش. وفي بقى مشكله في دكتور على جنب، دكتور تاني بقى بعيد عن كل الحاجات دي قاعد بيقول من الفراخ. مفيش حد بياكل فراخ ما عندوش بانيك اتاك. مفيش حد بياكل فراخ ما بيجيلوش كوابيس وبيحلم الناس بتجري وراه وبيخنقوه. مفيش حد بياكل فراخ ما بيخافش من الضلمه. بحس ان الناس اللي حواليا او الناس اللي عندي في اي حته دول ما بيحسوش باي خطر طول ما هو يعني ما عداش السويس، يعني طول ما الخطر ده في راس صدر مثلا احنا تمام. المهم طبعا بما ان انا جزء من نسيج هذا المجتمع يعني وافتخر بيه والحمد لله مبسوط جدا والله العظيم، قررت النهارده اناقش قضيه ميدو سماسيل. لو دي اخر مره اشوفك فيها هتقولي لي ايه؟ اخر مره اشوفك فيها خلاص مش هتشوفيني تاني. ده صعبه دي قوي. طيب لا لا ده انا ما اعرفش ده خالص. لا مش شوف احمد تاني، لا صعبه، بس لو مش هشوفك تاني صعب مش هينفع. لا مش هعرف اعيش، مستحيل والله ما اعرفش اعيش من غيرك والله العظيم خالص. استغفر الله العظيم. صومي 3. انا كنت متابع العلاقه دي من بدري قوي، من ايام ما كانوا لسه كده زي احمد رمزي وطارق عبود، ايام ما كانت العلاقه لسه كنت انت بس. صراحه انا ما عرفتهمش غير من شهر او حاجه، بس كان دايما بيطلع لي فيديوهات الحب دي اللي هي فيها ايديت. لا والله بعيدا عن اي حاجه حتى لو اعملها انا ده المنقذ بتاعي، ده انقذني من كل حاجه. مش منقذ بتاعي، الكلمه دي اول ما تشوفها تعرف ان في حد بيفتح فيسبوك كتير. المهم ان انا مش عارف ليه دايما لما بيبقى في اتنين كده بيبقوا مثلا متجوزين او حاجه وبيطلعوا يقولوا الكلام ده، دايما بعديها بشهر بيتطلقوا. ما اعرفش ليه كل مره الناس بتتفاجئ. دي مش حاجه ملفته شويه؟ مش حاجه محتاجه نفكر فيها صح؟ ما خلاص يعني، ما خلاص محدش يقول لحد بقى ان هو يعني داري على بيضتك بقى. الفيديو مكتوب عليه اللي هي حق الرد، ربنا ينتقم منك انت واهلك. بتاخد حاجتك اللي هي ايه هي حاجتك، فلوس، مهر، شبكه، مش كل ده اتنزلت عنه. فين الشبكه اللي جبتها؟ فين ما عملتليش اي حاجه، ومع ذلك رضيت ووافقت وقلت هقف جنبه عشان احنا لسه صغيرين. ده مش جزاتي بعد كل اللي انا قدمته واللي عملته؟ فلوسي حتى شغلي نصها اللي كنت بتاخدها، بيت لما كنت بشارك في كل ده. طب يا جماعه يعني، طب ما من بدري قوي لو واحد ما عملش اي حاجه
وانا هقعد بقى اقول ليه محدش واخد باله عنكم اخدتوا بالكم. بص ساره بتقول لها وده علمنا ان الحب مش كل حاجه. ومريم حاطه لها صوره اهو الراجل اهو اللي كان بيلعب شطرنج على القايمه بتاعته. ليلو حاطه لها السكرين شوت دي، مبسوط قوي بجد انه بيحاول ينسيها ويفرحها دايما ويحسسها ان ما حصلش حاجه. اخترتي جوز كويس ما شاء الله ربنا يخليهولي. السماسيمو بتقول لها ممكن تسيبوا لي جوزي عشان خاطري، ممكن ما تحسدوش الحاجه اللي فاضلالي، انا بقيت بترعب اقسم بالله من اي كومنت حتى لو كتبته ما شاء الله بجد نفسيتي تعبت. سماسيمو كانت حاسه ان الراجل اللي ما جابلهاش شقه ولا شبكه ولا مهر ولا تكييف اللي وراها هيتحسد، خايفه عليه من عيون الناس. ربنا يخليهولي هو الراجل المحترم ده. الساعة دلوقتي 3 الفجر وطبعا مراتك نايمة وعايز تنزل تاخدها في شيل اوت، تلبس ايه حاجة في اللذيذ منه كده يعني تقضي الغلط تعرف تشقط بيها. انا فاهم عامه، انا فاهم ميدو والله العظيم فاهم ميدو فشخ يعني. هو عامه في الحته بتاعت اللي هو انا خاين، لا الخيانه دي حاجه فشيخه يعني. هو حاسس ان هو دي حاجه صعبه مش اي حد يعرف يعملها. المشكله ان العلاقه كلها باين ان هي كانت في الحته بتاعت هي معجبه ان في وقت كده هيجننها كده. هو كان بيفليكس بالحوار ده وبتاع. هما الاثنين حبوا بعض بسبب ان هو ان البني ادم ده قطع لي ايدي اللي هو المفروض ان انا عارضه وان انا مراته اللي طالع. اول ما تبداوا بقى تحسوا ان في بقى مضادات حشرات محتاجين تجيبوها وتشحنوا كارت الكهرباء وتدفعوا النت كده، بتبداوا بقى تطبقوا على بعض حد السرقه بقى اللي هو المفروض ان انا عارضه وان انا مراته اللي طالع عمال يتريق على حاجه وعلى شغلي وعلى اغانيه اللي انا بغنيها دلوقتي. هو طالع بيتريق ويزيد مع الناس وخلى الناس تزيد عليا. الناس تزيد عليا دي كلمه وحشه قوي، تزيد عليا بس عامه هو ما هو ده دس برضه، ما انت منزلها ما انت دساه يعني. قول يا ظالم وجبها فيا انك طلعت انت الضحية، نفس اذاك هتشوفه تاني. ده حته في الميوزك فيديو بتعرفك ازاي تقطع ايد ازاي تمسك كده من هنا ومن جوه، مش عشان من بره لو قطعت من بره ممكن تعور نفسك، فانت من جوه بتعمل كده هو انت ماسك كده من جوه. قول يا ظالم وجبها فيا، بص يا ظالم وجبها فيا. هي بتتضرب بطريقه محدش بيتضرب كده. انت لو عندك خبره في الضرب زي ما بتقولي والراجل ده كان بيمد ايده كويس كنت عرفت تمثليها. ده طريقه واحده ما اتضربتش قبل كده. معلش بقى انا مش بقول ان هو ضرب ولا ما ضربش، ماليش دعوه، دي حاجات بيوت يا باشا ما تدخلش فيها. هو واحد مش مريض نفسي عشان امسك ايد مراتي وافتح لها ايديها كده، مش هاجي اقول لها هات ايدك وافتح لها ايديها كده. ايوه صح، ما دول المرضى اللي بيقطع كده ده مرض. الصح ايه كده. المهم نسيبنا بقى من بيوت الناس شويه، نسيبنا خلينا في حالنا شويه ونخش على الحاجه اللي تخص كل الناس، صحتنا. اوعى حد يقول لك ازاي دكتور بيشرب سجاير، قول له انت بال امك نقطه. صح. قول له الدكتور ما اشتكاش، قول له الدكتور ضياء بيشرب سجاير اهو، انا بشرب سجاير وانا عندي 16 سنه، الشهر ده هتم 46 سنه. صح والله صح، محدش ليه حق يقول لحد بتشرب سجاير ولا لا، وعشان دكتور يعني وبيقول لكم ما تاكلوش فراخ. اللي عايز يسمع كلامي ما ياكلش لا بطيخ ولا مانجا، اللي عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي. ليه؟ انا حر بقى. ما هو طب والله رد فعل ده. انا برضو عندي نفس الفكره دي بس في الفسيخ والرنجه يعني. حد بيحب الفسيخ والرنجه ما يتكلمش معايا ليه؟ عشان انا عايز كده بره النظام بتاعي. ليه؟ انا حر بقى. ما هو يعني حد سأل بتاع الكيتو انت عملت كده ليه؟ بيضر بيموته ساعتها. اللي بياكل بطيخ لازم يوميها يموت في ساعتها. انا اكلت بطيخ ومت قبل كده، مت من كتر ما دخلت الحمام. بس انا ساعات بعد اضرب بطيخ، انا بضرب بطيخ بقى للصبح يعني، ما بعرفش انام بالليل. كنت ممكن لو نمت اصحى الاقي فطيره على السرير. يا جماعه انا ما بقولش الكلام ده، انا بهزر، انا اسف. انا عمري ما عملت كده. اوعى حد يفكر انا عملت كده قبل كده، والله انا عملت كده وانا طفل يعني، صح زي اي حد، مش موضوعنا. يعني حد سأل بتاع الكيتو انت عملت كده ليه؟ حد سأل بتاع الكيتو بجد، حد سأل اللي عمل الكيتو ده انت ليه عملت كيتو؟ هو عمل كيتو والناس تمام. ليه ده واحد مش عايز حد ياكل بطيخ ولا مانجا؟ ايه اللي يضايق؟ اللي بياكل بطيخ لازم يوميها قولونه بامعاء وبمعدته ويحصل فيها تسمم النهارده. احنا ما بناكلش اصلا خيار، ده فيه كومبرسين، يعني الكيوكامبر ده فيه كومبرسين، ده سم. اول الخيار ده من زمان انا ما برتاحلوش والله، من قبل ما اعرف ان هو فيه كومبرسين يعني، ما اعرفش ايه الكومبرسين. البطيخ هو نفس الفصيله، انا ما باكلش الكلام ده اسمه اب الارض. ده اب الارض. عندنا واد صغير كان اسمه اب الارض واحنا صغيرين. بص يا حبيبي، انا اما اجي اتكلم على التدخين انا زي ما سبق وقلت رايي فيه. التدخين دخان نفس داخل وخارج، خلاص. الانسان الاولاني كان عايش على ركله نار وماسك مصباح بيهبب في وشه، صح. يعني المصباح اللي هو كان بيمسكه ده بيهبب في وشه، ولع جاز وبيهبب في وشه، ده طول نار بيشم، ولا شفنا سرطان رئه، صح، ولا سرطان مناخير. ايه سرطان مناخير ده عامل زي سرطان كده. ما حصل السرطان ليتلي هم فكروا ايه بقى اللي كان ما بيحصلش وبقى يحصل. يعني ايه؟ يعني ما كانش في عربيات بقى في عربيات،
ما كانش فيه خرم في الاوزون، بقى فيه خرم في الاوزون. مش لازم كل حاجه عشان حصلت في نفس الوقت يبقى دي سبب دي حاجه احنا درسناها، مش عارف حد فاكر ولا لا. مش عارف اصلا احنا درسناها ولا لا. واحد كاتب له طب انا مبطل ارجع تاني ولا ايه؟ ارجع حط وشك في خرم الاوزون. اول ما تلاقي الاتوبيس اللي هو الهيئه اللي بيطلع دخان اسود ده حط وشك فيه. لا جالك سرطان يا عم تعالى كلم دكتور ضياء بقى. مفيش حاجه اسمها انا عيان سكر بقالي 9 سنين. ليه يا حبيبي؟ هو انت سيدنا ايوب؟ انت يا ابني عديم الذكر ولا حاجه. انت ليه تابع المرض ده كله؟ لا في حاجه، كل ده مصطنع. انا في ناس كتير قوي في حياتي مش واخدانا شغلانه بقى. انا عندي السكر، لا انا مش عارف ايه. فاكر نفسك سيدنا ايوب؟ انا مستحرم اقولها. ليه يا عم؟ انت مين يا عم؟ انت مين يا عم عشان جالك السكر؟ انت اللي زيك يجي له اخره يجي له شويه التهاب رئوي زي ده، لكن انت هتعمل فيها ولي بعلاجات مزيفه متجربه على الفيران، ووراهم الامريكان ووراهم احنا بس. الفيران والامريكان. لو حد بيتفرج من الاول هيعرف ان الامريكان دول شباب بهايم، سابوا الناس كلها وانتخبوا دكتور جوده. سو سيمبل يعني. دي بقى دي احلى من دي. هل النوم بعد الفجر غلط ويأثر على الجسم؟ النوم يا باشا تنام وانت تعبان وخلاص، وتاكل وانت جعان، وتشرب وانت عطشان. سو ناتشرال. انت ماشي مع الطبيعه. والله العظيم انا عايش كده من ساعه ما اتولدت. والله انا باكل لما بجوع، وبشرب لما ببقى عطشان، بنام لما بعوز انام، وصحتي زي الخرا دلوقتي اهو. انا بجد مع ان دي اسمها ايه؟ نظام اللي هو نظام الطيبات. ما انا عايش على نظام الطيبات من ساعه ما اتولدت. ساعات ببوظ بصراحه، ساعات في ايام كده بتيجي عليا بصحى بنام بالليل واصحى بدري وبتغدى سلطه وبعمل حاجه غلط يعني. مفيش حد بياكل بيض غير وهو عنده جيب انفيه. اتمنى يكون صوت واضح. لا في ناس بتاكل بيض ما عندهاش جبن. استحاله، ما تقوليش فيه استحاله. هاتي لي اسمه. قولي محمد منير مثلا. عمر كاتب واحد اسمه محمد منير بيقول له انا باكل بيض وما عنديش جوب انفيه الحمد لله. واسمه محمد منير. انا باكل بيض وعندي شويه امراض محترمه يعني، عندي كميه يعني كويس. الجوب الانفيه مش منهم، ما عنديش جوب انفيه. كنت قلت اي حاجه تانية كنت ممكن اصدقك. انت اخترت الحاجه الوحيده اللي مش عندي. باكل بيض ما عنديش جبن. عندك جيوب انفيه بقى، وعندك بلغم على صدرك، وبيجيك ادوار برد من وقت للتاني. حالتك خرا، حالتك كرب، عندك زباله جوه، في زفت وقطران في معدتك. ما بيجيلكش برد؟ لا. ايه ده احمد الشاب الفارس؟ احنا نتسحر توست، حته جبنه، شويه بطاطس محمره، هنشرب عصير لتر جهينه او العصير اللي في بلدكم بقى، اي نكتار يعني اللي هو بشيلين يعني، وبعدين تحط عليه سكر كتير وعسل وتشرب بقى حلو، وبعدين تاكل توستايه عليها شويه نوتيلا او اي يعني شوكولاته سبريد في البلد اللي انت فيها. عندكم شويه زبيب، حط شويه زبيب بس يا باشا، وتمستربد وتحبس بحاجه مسكره وتنام. هو ده نظام الطيبات. تصحى تاني يوم تلاقي نفسك ايه؟ مطيب. طيب عليها عسل سكالانس، يبقى توستايه نوتيلا عسل زبيب، وتقفل عليها الناحيه التانية وتاكل. مش عارف حد واخد باله منها ولا لا. انا حاسس ان الدكتور بيقول لك كل عادي، قوم يا باشا هات توست كده وحط عليه عسل ونوتيلا وسكر وسرطان وكل حاجه وكل، عشان بحس الحاجات دي ليها علاقه بالكرفه برضه. ده اسمه نظام الكرف. انت اكرف يا اسطى، كل براحتك بجد واكرف. انا بصراحه عامل كده بقالي سنين وعندي امراض، بس مش دي الحاجه يعني. بس حاسس ان اللي مش هيحط في دماغه مش هيحصل له حاجه فعلا. بحس الحاجات دي بتيجي اللي خايف منها. الامراض بتعرف الجبان. الامراض عامله زي الكلاب، بتشم ريحه الجبن. بص في واحد اسمه كريم السيد بيقول لك انت عيان يا اخويا ومحتاج دكتور. سبق قلت لكم ايه؟ مفيش حد اسمه كريم راجل اصلا بالمناسبه في العموم يعني. راجعها في اللي حواليك في دايرتك. لو طلبت لي واحد اسمه كريم واحد هبطل الشغلانه، هبطل اطلع لايفات. عامة الدكتور ده جامد في حاجه والله العظيم، ان هو بيطلق فتاوي، عمال يرزع. مفيش واحد اسمه كريم راجل في المطلق. الكلام ده اصلا هيخليك عمرك ما تعرف تفتكر واحد اسمه كريم راجل غصب عنك. لما هو يقول لك هو اقنعك خلاص. انت دلوقتي، انا دلوقتي حاولت افكر في حد اعرفه اسمه كريم راجل، والله ما الاقي. انا امريكا اتهزت بكلامي. انا مرجعيه نفسي. يعني ايه مرجعيتي؟ ولا يعني اينشتاين لما اكتشف النسبيه قلت له فين مرجعيتك؟ يا جماعه في واد صاحبي مش هقول اسمه عشان ايه، عشان هو مشهور، بس عايش الحياه دي والله العظيم بقاله فتره. كل يوم بيجي يقول لنا حاجه كده غريبه، وتقول له طب انت جايب الكلام ده منين؟ يروح قايل لك هو انا ليه لازم اجيب الكلام من حد؟ هو اللي جاب الكلام ده جابه منين؟ يعني ايه يا اسطى؟ يروح ماسك مثلا مناديل يقول لك دي مش مناديل، ده ما اسموش ده قذافي. تيجي تقول له ليه يا اسطى؟ يعني ايه ده قذافي ازاي؟ ما ده منديل، ما احنا كلنا شايفين مش ده منديل يا جدعان. يقول لك لا ليه اتفقنا ان هو منديل؟ والله العظيم ما بهزر. فواد صاحبي بيقول كده يا جماعه. انا ساعات بقعد بالايام ما اكلش خالص، لا اكل ولا اشرب. وانا برضه بالايام صح ما اكلش ولا اشرب ولا تشرب ولا اشرب غير اما اعطش خالص. ايه ده؟ انا برضه بعمل كده. انا ساعات ما بشربش غير لما اعطش، ساعات لما باكلش غير لما اجوع. انا زيت يا دكتور، انا اسف يعني، زيت والله.
مش عارف اقول لك ايه، بس اتبسطت معاك والله قوي يا دكتور. اعمل له فيديو تاني. بس كده يا رجاله، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت. لو قلت اي حاجه ضايقت اي حد اتمنى هو ما يزعلش ويخش يقول لي ده ضايقني. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. بس كده يا رجاله، ان شاء الله بقى كل اسبوع خلاص بجد بجد ان شاء الله باذن الله الفيديو ده يبقى 15000 لايك. بس اول ما يبقى 15000 لايك فيديو كل اسبوع باذن الله. والله اللي ما بيعرفش يشرب سجاير ما هوش راجل مكتمل الرجوله. باشا الدماغ اللي من غير كيف تستاهل قطع السيف.